مرحبا بكم. ايه رايك في تعامل المغاربه مع الجزائريين؟ شوف والله العظيم اقول لك وانا حاجه، والله انا جيت هنا، انا اسكن في مسكن مغربي، هو يعطاني مسكن، والشوفور تاعي السائق تاعي مغربي، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما شاء الله والله العظيم والله العظيم ثلاثه اهلا مرحبا بهم وقيمونا ويعطيهم الصحه والله العظيم أقول والله العظيم. شوف والله الا درت سوبر ماركت هذه شحال هذا رديتو لاكم مره لينا ومره سيختم علينا. 1 2 3 فيفا لا سيري. 1 2 3 فيفا لا سيري. المغرب البلد منظم رائع جدا والشعب ظريف جدا، ونشكرهم بزاف على الترحيب تاعنا، خاصة الجزائريين نحن اللي تجمعنا ثقافة تقريبا واحدة ودم واحد وعرق واحد، ونشكرهم على التنظيم هذا الحسن جدا. ومن هذا المنبر نقول احنا خاوة وما يفرقش بيناتنا لا قفطان لا حداده لا والو. احنا علاقتنا مش علاقة تفرق قفطان ولا حداده، علاقتنا عميقة جدا، ونتمنى ان شاء الله تتحل الحداده هذه والخلاف هذا. الله يرضى عليك خويا، هذا الخلاف ما بيناتنا ان شاء الله يروح، وان شاء الله نرجعوا احباب كيما قبل، وان شاء الله هذا الكاس كاس افريقيا يكون فيه الخير علينا ان شاء الله. اول حاجه مرحبا بك عندنا. شكرا بزاف. الجزائريه علاش اختاريتي تشجعي المغرب؟ Parce que le Maghreb c'est nos frères, c'est comme si on était un seul pays, et toute ma famille, c'est mon mari, c'est un Marocain, et donc voilà, c'est comme si c'était l'Algérie pour moi aujourd'hui. Donc je supporte comme si c'était le Jazaïr. Pour les Marocains, le message c'est qu'on est tous frères et sœurs, et on les aime comme ils nous aiment. Voilà.